السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم علي مقبول لتوليد وزراعة النخيل. طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى معانا الحاج عبده. طبعا رايحين في أرض 33 فدان. طبعا إن شاء الله رايحين نصورها، ولكن أنا بصور لكم المدخل الأول. هذه طبعا الترعة وهذه الإسفلت. تمام، احنا كده على إيه؟ على ترعة الفران. تمام، وطبعا الدخلة من هنا. تمام، والارض مش بعيده من هنا. تمام، ولكن الارض بتشرب من الترعه من هنا، من الترعه المبطنه على بعد 600 متر. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده الترعه اللي بتسقي الارض. تمام يا حاج. اللي 36 فدان هنا، مش 33، هي 36 فدان. 36 فدان. احنا للتوضيح بس. تمام. ادي الخليج اهو، شوف الميه عامله ازاي. تمام، انا شايف الماتور. ميه بسم الله ما شاء الله، ده ميه نيل من الترعه. الشارع من هنا طبعا 500 متر من الاسفلت. وهنا طبعا الجيره. وده طبعا مدخل الايه؟ هنا الماتور اهو، مدخل المزرعه. تمام، وادي الغرفه، ده الخرطوم بتاع الموتور طالع من هنا من البياره دي. وده تقريبا ديت الايه؟ الغرفه. الكهرباء بسم الله ما شاء الله، كابلات كبيره. الارض كلها هيك محاطه بالكهرباء. دي الغرفه، غرفه كبيره حوالي من 8 متر في 4 متر. الماتور 40 حصان هنا اهو. ده الماتور الاول، لكن في مواتير تاني للارض. تمام، ده الماتور الاول، وفي خليج تاني. الخليج التاني ماسك من ده برضو، ماشي ايه في الارض هنا. تمام. تعالى كده عشان طب موضوع الميه الشرب حج؟ موضوع الميه الشرب ماشيه في الطريق اهي. تمام، يعني هنا ميه الشرب وكله ميه نيل وميه شرب وكهرباء وكله داخله الارض. هوريك الحنفيه. تمام. 30 فدان. طبعا الحاج عبده بيقول دوره الشارع ده كده 30 متر. 30 متر خدمات لل 36 فدان. تمام. دي من اول هنا، يعني انت ممكن تعمل هنا البوابه. بوابتك تبقى هنا كده في اول تمام، زي البوابه الصغيره دي. البوابه الصغيره دي بوابتك هنا. تمام. دي بتتعمل بوابه هنا مدخل الارض. تمام. كلها مفيش حد لا يدخل عليك ولا اي حاجه. تمام. هي دي الارض مدخلها، وبوابتها مفيش لها مدخل تاني. تمام. ده المدخل الاساسي. طب نشوف بقى الارض بقى. هنبص على الارض. يلا ماشي. يلا. المدخل. طبعا احنا ده المدخل. ده المدخل هو اللي احنا كنا عليه دلوقتي. ده هناك الغرفه بتاعت الموتور. النخل البلح ده فيه. بسم الله ما شاء الله. بص خط الكهرباء ماشي مع الارض من هنا. ده بيت قديم او معمول مسجد. كان مسجد هنا، بس ايه، فكوا العرش بتاعه، بس هي ايه، عادي ممكن يتصلح. تمام. ميه الشرب، تعالى اوريك الناس بتملى من الارض. الجيره. تمام. ده تملى من هنا. الجيران بيملوا من هنا. تمام. الارض طبعا 36 فدان مزروعين حته برسيم حجازي. الباقي الارض بور، الارض ملك. على راسها طبعا زي ما انتم شفتوا الميه النيل. انا شفتوا على راسها ميه النيل والايه. الجيران هم يملوا من الميه الحنفيه. بسم الله ما شاء الله، وادي الميه ده الحنفيه ده كله تابع. ربنا يضع البركه يا ابني. الله يحفظك حبيبي. حد الشجر حد الارض. حد الارض. بعد كده تمام. بتبقى الارض من هنا كده، من بعد الخليج ده. بتبقى الارض طبعا فيها بتاع محول اهو. داخل الارض. محول داخل الارض. محول اهو داخل الارض، وفي موتور تاني هنا. تمام. الموتور التاني هنا برضه. موتور تاني هنا. هنا. ده خليج برضه يا حاج؟ ده خليج. ده خليج برضه ميه ده. يا ده هو ده الخليج. يعني الميه محوطاها من كل مكان. تمام. الموتور اهو، بص. اهو. تمام. الميه وينك من هناك ظاهره؟ الارض عاليه. تمام. يمكن انت شايف متشال منها قد ايه؟ والارض لسه ارض، يعني الحته دي متشاله كان عشان البيوت واللي بتاع. تمام. شالوا حته هنا حوالي من 3 4 فدادين. دي اتشالت، كانوا عاملينها محجر وبتاع. تمام. اللهم صل على النبي. الارض عاليه جدا. الارض هوريك اياها. تعالى بس اوريك الميه. خليك معايا اهو. اهي يا حاج الميه دي. انا ادوقكم الميه. تمام. انتوا شايفين الميه؟ تعالى معايا. الحاج عبده عايز يذوقكم الميه كمان والله. الله يعطيك الصحة والعافية يا حاج. ميه نيل. صحيح والله، دي من الترعة يا جماعة. ميه نيل من الترعة. الله يعطيك الصحة والعافية. بس احنا بنوريكم الايه؟ الوضع علشان يبقى في ثقة. تمام. مفيش لا كذب ولا في ايه كلام. والله حد الله بيننا وبين الكذب، وحد الله بيننا وبين الغش ربنا. اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون. حتة أرض مش موجودة. تمام. بس عايزة الصناعة، لكن هو صاحبها تاركها من القاهرة ومتروكة الأرض. تمام. كان عامل فيها هنا فلل اهي، ونظام ووضع كده. تمام. ده الماتور اللي أنا بقول لك عليه التاني. تمام. طبعا بداية الأرض اهي، بدايتها العبل اللي هناك ده، والنخل الحيان اللي هناك ده فيها. تمام. النخل الحيان ده فيها. تمام. كانوا زارعين طبعا هنا برسيم حجاز اهو.
تمام. واخد بالك؟ اخرها بقى هناك كده، هوريك فين. عايزين نوريهم النخل اللي هناك بقى بمزرعه الحج الحربي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وبعدين النخل فيها عامل ازاي. بص المانجا هنا عندك اهي. تمام. وطبعا المانجا كمان يا جماعه والله اهي. المانجا جنبك اهي. ثواني كده عشان بس بتقول النيل او يعني بص المانجا ده اهي. جارك اهو. المانجا بتطلع اهو. اللي مهتم بارضه المانجا ده اهي. غير اللي ما هوش مهتم. تمام. وبالنسبه يعني للاسعار، اسعار خياليه، بس لكن ان شاء الله الاسعار هتكون على الخاص. لو زارع لو اي شيء. ده زي ما انتم شايفين بيت قديم اهو. الكهرباء محاوطه الارض. اهي. السور اللي هناك ده والبيت اللي هناك ده اخر الارض. يعني اخر الارض السور اللي هناك. في عالي كده. ايوه. ده في حرم للبيت اللي هناك، بعد كده الارض. تمام. شوف الكهرباء كلها ماشيه في الارض. تمام. الارض كده دول 36 فدان كده. تمام. واخد بالك؟ عشان احنا بس الدنيا حر. يعني البيت اللي هناك والمزارع الفراخ اللي هناك دي ديت الارض يعني جاي منها بحوالي يعني 500 متر بالظبط. نهايتها. شوف الارض عاليه قد ايه. تمام. ده كله حجازي. طبعا هي يا جماعه فيها بيوت محجره كثير. بيوت محجره كثير وكذا هون. ايوه. ورا منها برسيم الحجازي. هنا اوريك طبعا برسيم الحجازي، لكن ايه اعدي من هنا. والله زي ما كلمكم الحاج عبده يعني يا جماعه والله امن وامان. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يشهد الله ان احنا بندل على الخير، واحنا ناس وصاية خير، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ما لناش في اللف ولا في الدوران. بنجمع الزبون مع صاحب الارض وبنقول والله الارض بكذا، واحنا لنا النسبه بتاعتنا الطبيعيه اللي هي زي اي حد بياخدها، اللي هي بما يرضي الله، اللي هي 2.5%. تمام. شوف البرسيم الحجازي فيها ازاي. تمام. حاجه بسم الله ما شاء الله حاج عبد. شايف البرسيم؟ شايف البرسيم زي النعناع. بس ايه؟ والارض بالنسبه لورقها كمان الورق الارض ملك عقد اخضر. تمام. محافظه، تمليك محافظه وليس تمليك اي حاجه تاني. ديت عقد اخضر. قبل ما يدفع جنيه يشوف العقد الاخضر يطلع على المحافظه ونشوف الارض كم فدان ومتسجله كم فدان. تمام. وبعد كده بيتم تسليم الارض ودفع الفلوس. شوف الارض اخرها يعني بعيد، بس احنا طبعا عشان هي مزروعه البرسيم الحته دي، بس هي مزروعه برسيم حجازي يا جماعه بالحته اللي هناك كمان، يعني كمان يمكن في زي 10 هناك. تمام. الناحيه الثانيه كده هناك. تمام. وديت زي ما انتم شايفين كده المساحه دي كلها ارض بور. تمام. متروكه بالظبط كده. وعشان كده يعني الارض باسعار مميزه. المتروكه اجود من الارض اللي زارعه. تمام. تحب تقول الاسعار يا حاج ولا تقولها على الخاص؟ الاسعار 450,000. تمام. الفدان 450,000. ما فيش فيه مفاوض. ان شاء الله احنا رايحين كمان نصور 10 فدادين. تمام. زيتون عليهم تمام. شبكه. تمام. اللهم صل على النبي، عليهم ماتور 20 حصان. بتشرب ميه نيل وزائد بتشرب ميه من الصرف الزراعي. تمام. يعني لو انت مثلا النيل قل شويه بتسقي لك سقيه او 2 من الصرف الزراعي. تمام. الماتور على مشترك من هنا ومن هنا. تمام. فولها بياره وكويسه، وارضه فيها بيتين، وارض جميله وفيها كهرباء و10 على 10. احنا قبل لا ننهي من المزرعه اللي احنا 36 فدان 36. تمام. رايحين نصور ان شاء الله ال10 ان شاء الله. وزي ما وريتكم لو عايز اقرب للمانجا شويه يعني اهي ممكن ثواني كده خليكم معايا. تمام. ده جيران هنا يعني بالنسبه ل 6 بس طبعا ايه البوس انا مش عارف اصور من ورا البوس. تمام. زي ما انتم بس شفتوا النخل والمانجا بسم الله ما شاء الله. وطبعا هناك مزرعه الحج الحربي ادهه كلها نخل من الدرجه الاولى زغلول وحياني. تمام. يعني النخله هالحين منباعه جمله ب1500. لو انت هتزرع الفدان على 100 على مساحه 6 في 6 116 نخله، يعني بياخد 116 نخله للفدان. يعني 36 فدان دول مش عارف هياخدوا كام نخله، بس هياخدوا حوالي 3000 وي. يعني مزرعه النخله مثلا من منطلق عقلها وتوكل على الله النخله عامله 1500. فبسم الله ما شاء الله يعني. والنخله دلوقتي المصري عامه يعني ببلاش.